عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة الفيديو بتاعنا هنعمل فيه احلى نواعم الافران او احلى قشطة افران. خلاص، الكمية دي لو هتروحي تجيبيها من اي مخبز او اي فرن هتجيبيها بالشيء الفلاني، هتجيبيها غالية. طيب احنا ب3 كوبايات دي او 4 مكونات بس اللي معانا النهاردة. خلاص، هنعمل بس بكوباية مية و3 كوبايات دقيق، الطبق الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص، يبقى احنا النهارده هنعمل ايه؟ قشطه الافران او نواعم الافران بالشكل ده كده، وده من تحت. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، تعالوا نتابع مع بعض الفيديو ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا نخش على المقادير بسرعه. النهارده انا معايا كوبايه ميه، ومعايا هنا نص كوبايه زيت على سمنه. عايزه تخليها نص كوبايه زيت ماشي، نص كوبايه سمنه ماشي، نص كوبايه زبده ماشي، مفيش اي مشاكل. معايا هنا كيس خميره اهو، ومعايا هنا معلقتين ونص من السكر. طيب اول حاجه هعملها ايه؟ همسك كوبايه الميه اهي في الطبق اللي انا هعجن فيه. بسم الله كده، حطيت كوبايه الميه اهي، هحط عليها نص كوبايه الزيت على سمنه اهي، هحط باكل الخميره اللي معايا بسم الله، عليه معلقتين ونص السكر اللي معايا بسم الله. يلا بينا هنبدا ندوب المكونات دي كلها في بعض كده. الوصفه ما فيهاش اي حاجه صعبه، كلها سهله قوي، وهم 4 مكونات بس اللي معانا مش اكتر. يلا بينا هنبدأ نضيف الدقيق واحدة واحدة زي ما احنا متعودين. بسم الله، حطي وقلبي، اعمل بيدي. يلا قلبي كده. بصوا دول اخر شويه دقيق معايا اهو، هحطهم كلهم. يبقى انا كده اخدت، انا قلت الاول نص كيلو دقيق ولا لا؟ هو اللي معايا ده يا جماعه نسيت اقوله، ده نص كيلو دقيق، يعني عامل 3 مجات من بتوع الشاي دول ونص. خلاص دلوقتي هبدأ اقلب بايدي. انا عايزاها عجينه طريه كده. خلاص يا جماعه اتعجنت. مده العجن بتاعتها قد ايه؟ ما خدتش الا 5 دقايق بس. انا عايزاها عجينه طريه، بصوا وناعمه ازاي، بتمشي معايا بكل سهوله. انا عايزه نفس العجينه دي. خلاص، طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ان انا هخمرها؟ لا مش هخمرها، تعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. بصوا كل اللي انا عملته ان انا طلعتها بس من الطبق اللي انا عاجنه فيه ده. خلاص، ومش هسيبها تتخمر ولا حاجه، انا هسيبها بس كده زي ما هي لمده 10 دقايق ترفع بس، واغطيها بكيس كده زي ما احنا متعودين، وهنشكلها بعد 10 دقايق. رجعنا للعجينه تاني بعد 10 دقايق وشكلها بقى كده. خلاص احنا ما خمرناش، احنا سيبناها بس لمده 10 دقايق. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا جبت تعالي هنا، جبت الصينيه اللي انا هبدا اعمل فيها النواعم بتاعتي او القشطه بتاعتي دي. يلا معايا سكينه، هقول بسم الله وهنقطع كده. سكينه بارده. خلاص انا قطعت حته اهو بالسكينه زي ما انتم شايفينها كده، وهبدا اقطع كده. انا عايزاها صغيره ماشي، هو الحجم ده على حسب ما انتوا عايزين، بس هي كل ما بتكون صغيره كل ما بيكون احسن. بصوا هتعملي كده، شايفين العجينه معايا طريه قوي ازاي؟ انا عايزه العجينه كده، انا مش عايزه العجينه يابسه معايا، انا عايزاها طريه كده. وبعد كده هتكوريها كده وتحطيها هنا على جنب. بصوا انا مش عارفه اقول لكم الحجم بالظبط قد ايه، بس هي صغيره صغيره. انا لما اجي احطها في الفرن ولسه هتخمر هتتضاعف، هتنفش، هتبقى حاجه زي البومبي كده عاليه شويه. تعالي هنا كده، هنعمل واحده كمان اهي. هتفضلي تعملي كده. انا بعمل الحركه دي ليه؟ علشان القرصه او النواعم او قشره الافران اللي معايا دي من جوه انا عايزاها تبقى كده، يعني ايه، محمله من جوه. بصوا اهي، هحطها جنب اختها كده، وهفضل اعمل كده، هفضل اعمل كده لغايه اما اخلص الكميه اللي معايا دي كلها اهي. بصوا اهي كده كده بدخلها جوه، وبعد كده هتلفيها كده او تكوريها كده، وهتحطيها جنب اخواتها هنا اهي. بصوا انا خلصت جزء من كميه العجين اللي معايا دلوقتي، وهي بقت بالشكل ده. طب انا دلوقتي هعمل ايه؟ بصوا بقى، انا هشيلها كده واحده واحده، احط هنا في الصينيه. هنسيب بين كل واحده والتانيه شويه كده عشان هي لسه هتخمر تاني. طيب المفروض انا هعمل ايه؟ بصوا بقى، انا هاجي كده بكف ايدي وهديها تكه كده اهي. بصوا شايفين اهي، مش اكتر من كده. هخش على اللي جنبها اهي، يلا هديها نفس التكه برضه اهي، بكف ايدي مش بصوابعي عشان ما اتعلمش فيها. تعالي اللي هنا دي كمان اهي. خلاص هملى الصينيه دي وهنرجع مع بعض تاني. انا كده خلصت الكميه اللي معايا اللي هو نص كيلو
من الدقيق. طلع لي بصوا الصينيتين دولت. دلوقتي المفروض ان انا هسيبهم شويه يخمروا. هيخمروا قد ايه؟ لازم هيتضاعفوا، حجمهم هيتضاعف. طبعا المده بتاعت التخمير بتختلف من الصيف للشتاء، واحنا ما شاء الله احنا في عز الحر الايام دي، احنا في شهر 8 يعني الكميه مش هتاخد معايا غير ربع ساعه بس تخمير عشان الدنيا حر. خلاص تعالوا نخمر الصينيتين اللي معايا ونرجع نشوف شكلهم ايه. خلاص احنا كده خلصنا مرحله التخمير بتاعتها، اخدت الوقت الكافي بتاعها. بس بصوا يا جماعه، المفروض ان هي كل قرصه في دي تبقى الضعف. بس الدقيق ده مش كويس، الدقيق ده فيه حاجه، الدقيق ده بدل ما بيخمرها لفوق بيخمرها كده بالعرض، فهو نوع الدقيق اللي مش كويس. فانت لما بتيجي تجيبي الدقيق للمخبوزات مثلا ابقي اختاري نوع كويس يكون كويس. طيب انا دلوقتي مشغله الفرن بقالي 10 دقايق. انا دلوقتي مشغله الفرن الغاز، انا موطيه قوي قوي من تحت في الفرن، وعلى الجنبين برضو بصوا عباره عن شعله بس. خلاص. طيب هي لو خدت معايا لون من تحت ولسه بيضه خالص من فوق، هضطر ان انا اجيب صينيه صغيره احطها تحت الصينيه دي، وكل من دقيقتين ل3 دقايق هفضل الف في الصينيه. طب تعالوا بقى نحطها في الفرن يلا ونشوف شكلها بعد ما تستوي. بصوا هنا يا جماعه، دي كده بعد مرور 5 دقايق بس عليها خلاص. وبصوا النار انا مشغلاها ازاي. هو دي النار اللي انا عايزاها، ودي كده بس عدى على الصينيه دي 5 دقايق بس. ها بصوا يا جماعه، احنا كده خلاص انا طلعت الصينيتين اللي احنا عملناهم من نص كيلو دقيق. خلاص ده السوا بتاعهم زي ما انتم شايفينه كده. اول ما طلعتهم من الفرن حطيت عليهم فوطه علشان يفضلوا طريين. ماشي. النص كيلو عمل لنا احلى صينيتين من قشطه الافران او نواعم الافران. طيب تعالوا بصوا، طريه. بس زي ما انا قلت لكم الدقيق كان فيه عيب. انت لما تيجي تجيبي الدقيق حاول ان انت تجيبي الدقيق موثوق فيه، المفروض ان هي تبقى اعلى من كده. بصوا دي التسويه بتاعتها من تحت، دي من فوق اهي. بصوا مفرغه من جوه، جميله، ريحتها تحفه في منتهى الجمال. معموله بميه مش بلبن، ما خدتش وقت معانا. خدت كل صينيه في الفرن اخدت ربع ساعه بس. خلاص حاجه سهله وسريعه، هتشربيها الصبح مع كوبايه شاي، ما فيهاش اي حاجه صعبه. يلا انصحكم ان انتوا تجربوها. خلاص يلا من هنا بقى وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو اوعي تبخلي علينا باللايك.